الخمسينات. يا ودي وكيفاش تسمى المغرب. الاتفاقيه هذيك برك باش الناس مساكنه ما يعرفوش في التعليقات شويه جاهلين. المغرب ما داش الاستقلال بالسلاح، قالها لهم هي قال لهم الاتفاقيات كيفاش اسمهم؟ راه كاين حنا اتفاقيات ايفيان وهما الاتفاقيات تاعهم كيفاش اسمهم؟ الله ما على باليش سمها شوق خويا، ما نتبعش بزاف، ما على باليش. المهم انت سمعت بونيف وعاودت الهضره وخلاص. لا ما سمع، انا نتبع مصادر خويا، ما سمع لا بونيف لا هنا نعرف بونيف لا هنا نعرف. شوف شارك معنا المصادر تاعك بارك الله فيك. شوقي معليش نطرح له سؤال يا رائد والله هذه برك المصادر تعيش. قلت لك انا نتبع في نحو نبحث هكذا مثلا في جوجل، نبحث في يخرجوا لي واحد ويكيبيديا مثلا شار جي بي تي ثاني يعطيك معلومات. يعطيك شنو وين اسم المصادر تاعك وين اصبر وين دوزيام واش اسمها؟ ويكيبيديا يا ودي شار قال لك شار جي بي تي شار ديرك شار جي بي تي كيف ذكاء اصطناعي معليش ذكاء اصطناعي صح معليش بيبي انا بنسقسيك خلينا نطرح له سؤال معليش شعار جي بي تي هذا ويعرف نسقسيك يا اخو عباك شحال فرنسا شحال دارت من قنبله نوويه من تجارب نوويه في الجزائر دارت في رقاني دارت وناس مازالت تعاني شحال اصبر دقيقه شحال والله ما على بالي اكزاكت شحال بصح دارت شوف انا نعطيك من مصدر فرنسا دارت الشر في الجزائر اصبر دقيقه عندنا السياده احنا رائد عندنا السياده يا اخو. شوف انا عندي جده اصبر خليني نهضر لك كسبر يحكي لك على التجارب النوويه. 57 تجربه نوويه منهم 18 قنبله نوويه هكذا. على بالك باللي كاين 4 قنابل فجرت في الجزائر مور 5 جويلية 62 في السرهالي. كي كان عندنا السيادة يا أخو والله كي كان عندك الاستقلال انت استقليت في 5 جويلية 62 خويا مور 5 شحال فجروا من وحدة في المغرب؟ على بالك شحال من فجروا من وحدة في المغرب؟ المغرب ماشي ما سمعتش بها. 0 سمعتش بها. 17 عطاك باللي في الجزائر 17 في المغرب. باسكو الجزائر شوقي الصحراء تاعها كبيره لازم يسير. كيفاش بخروا قاهر الفرنسيين انت قلت ولات عندنا السياده في وقت بن بله ومن بعد في وقت بوخروبه فرنسا دارت تجارب نوويه تجارب كيماويه في سيدي ونيف مثلا. لو كان تروح للجهه تلقى مدفونه المخلفات الكيماويه الى يومنا هذا لم يتم نزعها. قل لي كيفاش انت قلت لنا الجزائر عندها السياده خير من المغرب، كيفاش حنا داروا عندنا الشهاده؟ تفضل. كاين 4 قنابل نوويه فجرت مور 62. حنا شوقي عندنا الدوله العميقه فهم هذا بالك ما فهمهاش. من الاستقلاليه تحكم عندنا لا الدوله العميقه. وش بها الدوله العميقه؟ من الاستقلاليه تحكم حنا ما كاينش تحكم فينا خويا. حنا كل قرعه يا انا مش نشرب الماء نشرب احنا. المغرب دوله وظيفيه، المغرب دوله وظيفيه تحكم فيها فرنسا تحكم فيها اسرائيل. هما تحكم فيهم فرنسا بصح قالت التجارب نديروها عند الجزائر شوكر السياده ما نديروهاش عند المغرب. لا احنا داروها في وقت الثوره في وقت الحرب داروها في وقت الاستقلال. لا مور الاستقلال بعد الاستقلال على بالك الاستقلال عندك 4 رائد نقول له على بالك باللي صديقي على بالك باللي اسرائيل دركا الرؤوس النوويه اللي عندها راه من التجارب اللي دارتهم فرنسا في الجزائر وبعد الاستقلال. تعرفها هذه ولا ما على بالكش؟ عندك 4 عزيزي شوف عزيزي دقيقة نفهم انت استقليت في 5 جويلية 1962 عندك 4 قنابل نووية فجرت مور 62. علاش؟ حتى ل 68 ان التجارب استمرت حتى ل 68. علاش؟ عندك دلائل تفجروا عندك فوتوات تصاور فيديوهات او باعتراف الدولة الجزائرية راهم يديروا تقارير في التلفزيون الجزائري كاين في المصادر ديالك. شوف شعار جي بي تي وشوف جوجل تلقاهم يا ويكيبيديا تلقاهم هاد العفايس يا خويا. وراه مشكل بالك تفاهموا مع بعضهم باه يسيو ما تقدرش تعرف شكون. بصح حنا عندنا السياده في فرنسا ما تحكمش فينا يا خو. ما تحكمش والله ما تحكم في الجزائر والله ما تقدر تحكم. وعلاش ما داروش التجارب عند المغرب وداروهم عند الجزائر اللي عندها سياده؟ يا الجزائر كانت عندها صحراء كبيره ما يقدروش يديروها بلاصه فيها السكان شوقي، لازم يديروها في الصحراء كبيره تاع الجزائر. المغرب ما عندوش صحراء
ما عندوش على بالك باللي جابوا ناس، على بالك باللي جابوا جزائريين وعلقوهم في بيليات هكا، داروهم في بيليات وخلاوهم على مراحل 50 كيلومتر 30 كيلو. الناس عندهم السرطان من التجارب. لي كونسول يا خويا دوك الناس ربي يرحمهم شهداء فرنسا راها تما في المغرب ما حبوش يأديو الناس، وفي الجزائر أداو الناس معليش. لا بالمغرب باسكو داير معاهم اتفاقيات، المغرب خائن او داير معاهم اتفاقيات. هو خائن وانت اللي داروا عندك نيكلياري، وانت ماكش خائن وداروا عندك التجارب النوويه بعد الاستقلال. صلي عندي ماكرو عليه الصلاه والسلام. خلي نبي في بلاصتو، نتوما كي تبدا تتقفل عليكم تبداو تجبدوا في نبي، خلي نبي في بلاصتو ماناش نوجد هنا. ماكرو كي جا المغرب صرح من المغرب صرح قال نشكر المغرب الذي عاوننا في 8 سنين تاع الثوره ضد الجزائر. ماكرو قال صح. وش المصدر تاعك وين هذا؟ وش المصدر؟ دير في اليوتيوب يخرج لك، دير فيديو في اليوتيوب يخرج لك، دير ماكرو. تقدر تهضر معايا شفتو باللغه الفرنسيه؟ والله غير هضر وقالها ومترجمه وكلش، باللي فرنسا عاونت المغرب، عاونتنا في الجزائر. قول له شوقي او قلت لك رائد، او قلت لك اللي يبدا يقول لك انا الحلال وكذا، اقسم بالله ما يعرف ربنا. قول له شوقي دقيقه بك يا شوقي يرحم يمك، قول له شوقي يذهب الى المدرسه بالفرنسيه، قولها له جمله بالفرنسيه. انا ما نهضرش بلغه المستعمر خويا، ما نهضرش، ما نعرفش نهضر المستعمر، نهضر بلغه تاع بلادي. بصح تفهم الخطاب تاع ماكرون باينه، داروها في التيلي باينه، مترجمه باينه. واش من تيلي؟ واش هو التيلي؟ داروها في التيلي الدوزيام، هذه قناه الدوزيام هذيك تاع المغرب، هذيك داروها في الدوزيام. قال لك باللي في ماكرون شكر المغرب على اللي دعموا مع ضد شكر المغرب، قال المغرب عاوننا في الثوره في 8 سنين تاع الثوره ضد الجزائر، اقسم بالله غير قالها. وتحلف هذه خيانه. ادخل اخويا ديرها قسما بالله غير قالها. وين في الخطاب تاع ماكرون قالها؟ دير ماكرو صرح في المغرب أن الجزائر المغرب عاونك ضد الجزائر. ماكرون شكر المغرب إلى المدرسة على حرب الجزائر. Oui, c'est par là que le Maroc et la France épargnèrent à leur peuple les 10 années de la guerre d'Indochine et les 8 ans de celle d'Algérie. على بالك واش قال؟ تما انت بالنسبه لك قال باللي راه شكر، خليه هو يفهمك. بالنسبه لك هنا راه قال باللي راه شكر المغرب على اللي دعمته في وقت 8 سنين تاع حرب الجزائر. سي صا سي صا وتحلف يا خويا. وكاك سمعتها بوذنك، هاك سمعتك تسمع فيها خويا. واش بيك هذا؟ راك ما تفهمش واش راهو يقول، راك ما فاهمش كيفاش تحلف. علاش تكذبوا في الوجه؟ علاش الجزائري ما عندوش الشرف وليتو تكذبوا انا قدامك وانت ما على بالكش، وانت ما تفهمش الفرنسيه وتكذب لي في وجهي وفي وجه رايد والسيد اللي معنا والناس اللي يتفرجوا. راكم بهدلتوا بينا. علاش غير الجزائري الوحيد اللي يكذب في الوجه؟ راهو قال لك راهو شكر على انه المغاربه جنبوا الفرنسيين انهم يدخلوا، المغاربه انهم يدخلوا في حرب طويله، انه داروا انهم الاتفاق اللي داروا خلاهم يتجنبوا الشيء هذا. ما شكرهم انهم شاركوا في. اصلا ماكرون ما يعرفش بانه المغرب كان يحتضن جيش الحدود في المغرب بوخروبه، كان في وجده. ما يعرفش باللي مصانع الاسلحه تاع الثوره التحريريه كانت في المغرب. انتم علاش تسمعوا بونيف ومن بعد تجيو تكذبوا وتبادلوا برواحكم؟ وديونا بونيف هذاك اخويا. شوقي دقيقه. خط شالوا موريس تعرفوا العزيز؟ خط شالوا موريس تعرفوا؟ خط شال موريس تعرف؟ والله ما نعرفه خويا. وين جاي؟ كيف ما قريتش انت؟ ما قريت. هذا يعرف غير المروك، يعرف غير المروك. هذا ما انا نعرف الدرهم خويا، نعرف التجاره، نعرف غير الدرهم يا خو. شوف كاين واحد الحاجه، شوف دقيقه عاين نقريك شويه. كاين واحد الحاجه اسمها خط شالوا موريس. هذا دارته فرنسا كي كانت مستعمره الجزائر، كان مع الحدود التونسيه والحدود المغربيه. على الحدود التونسيه هذاك نقولوا فيه الالغام، واللي فيه الالغام هذاك شتو فيه دوريه نحو الشرق، راني نحكي لك عليه في الصح وانا نحكي لك عليه في الفيلم.
لا لا كاين 400 كيلومتر دقيقه، كاين 400 اصبر يعني هذا وسكتي قلت لي ما خليه يفهمك. كيف بديت نفهم فيك. فهمني 400 كيلومتر 400 كيلومتر اسلاك شائكه والغام متطوره ورادارات جدد دارتهم في هذاك الوقت، كانت اخر ما اخترعت فرنسا. 400 كيلومتر مع تونس و700 كيلومتر مع الحدود المغربيه. 700 كيلومتر اسلاك شائكه الغام رادارات مضاده للاشخاص. 700 كيلومتر. فهمتك. هو جروسي هذاك اللي نحاهم، جروسي ذاك استقبلوا تبون اللي نحاهم، هذاك هو الشيخ هذاك. سبحان الله انا نفهم فيها يا اخو، شوف معاه ولاد براسك خلاص انا نفهم فيك هاكا انت تقول لي هاي كش ما تزيد لنا نحكي لك هذا خويا، كش الخط ما اللي عندك تحكي لي الالغام هذا، الالغام هذا اللي تحكي لهم نحاهم واحد روسي، هو جا استقبلوا تبون ولي نحى الالغام. او جاب تبون البارح واحد الروسي كرم. بصح واش بصح كيك بصح نسقسيك ما معنى وجود الغام مع الحدود المغربيه؟ واش معنى؟ باش كيما نقولوا الجزائريين ما يخرجوش، ما يجيبوا اسلحه، ما يجيبوا دراهم، ما يجيبوا عفايس، ما يجيبوا تسمى المغرب تسمى خايفين من المغرب يدعم. لا كان مع تونس، كان ضد محوطين بالجزائر كومبلي، ومن كوتي المغرب علاش؟ اليوم باسكو الشعب المغربي كان يعاون فينا في الثوره. الشعب المغربي كيف الشعب المغربي راه كان دعم رسمي، الملك ما كانش على باله باللي جيش الحدود راهو لتما. لا المخزن شوف ما عندهم الحكومه حاجه والشعب حاجه. ناكل رجلي ولا يدي. المخزن ناكل عيني. الشرطه تاعهم، الدوله، الحكومه تاعهم. وشكون يحكم فيهم؟ يحكم فيهم الملك تاعهم والله، المخزن شو يحكم. والملك ما كانش على باله باللي بوخروبه وجيش الحدود تاعنا راهو لتما. كيف كانوا ثم تاعنا كانوا ثم في المغرب. انا ناكل رجلي دوك انا ما على باليش خويا، هذه بالك حمت بومدين هو بومدين وين كان؟ بوضياف كان في المغرب، بوضياف رئيس هو بومدين وين كان والله ما شوف عباك الحاجه اللي وليتوا تبهدلوا بينا وشنو هي؟ انك انت تاريخ بلادك عفايس في بلادك ما تعرفهمش وتروح تسافر على بلاد بزاف. بسيطه فوق الحق. هذا هو الاشكال يعني. مثلا تراك تحكي لي في حوايج انا ما حضرتش بهم، كاين حوايج ما درستش عليهم. قريتهم ما قريتش بصح هادو قراوهم منا انا يعني شافي باللي قريت خط شالوا موريس حدود مع الجزائر. انت واش من نيفو عندك وين لحقت قرايه؟ ترمينال. انا كوميرس. قريت التاريخ تسمى راك قريت يا حياتي كومبلي مع خاوتي في التجاره وكذا والاسواق وكذا، نخدم السوق انا. بصح كيفاش تسمح لروحك تهضر على بلاد وانت ما فاهم فيها والو؟ انا هذه اللي ما فهمتش. راك لا انا حاجه انا فاهم فيها نهضر. شوف خويا يفهم في المروكي في المروكي يولي يفهم في المروك. بصح انا حاجه اسمع انا حاجه نفهم فيها نهضر، حاجه ما نفهمش نقول لك ما نفهمش فيها. راك من الصباح ما فاهم والو، راك من الصباح راك بادلت بينا كجزائريين. واش بيك؟ تحية الدولة بيك اخويا، كل واحد واش راه انت قلت لي قبيل راك تحب اسكو نحب انا على الاقل الناس درك ولا كيشوفوا رائد ولا جزائريين يتناقشوا باحترام، يمدوا صوره مليحه، ما يسبوش الناس، ما يسبوش الجيران، يعرفوا التاريخ شويه، يعرفوا التاريخ شويه تاع بلادهم. بصح ما سبيت حتى واحد اخي. لا الدولة العميقة. تحية الدولة. اسمع خويا ما سبيت. اسمع تحية الدولة العميقة. صراحة السي فاروق راه مسجل لايف من الاول. واش قلت في الاول عليهم؟ شكرا لك. لا ما سبيتش اخي. شكرا. تحية الزيش.